وجود الأنروا بالنسبة للفلسطيني ثقة ورابط وطني لإلنا واعتراف بوطنيتنا، من أهم وجود الأنروا. فلما يتم تقليص خدمات الأنروا ويتم شطب أهم عالم فلسطيني اللي هي اسم فلسطين عن خريطة، هذا بشكل كتير خطر لإلنا ولوجودنا كفلسطينية. احنا لأجل هيك قلنا دعينا لهاللقاء هذا لننبه الناس لخطورة المرحلة الآن، وعلى انه احنا لا يعني تقليص خدمات الأونروا انه احنا نستكين. احنا بدنا ندافع عن الأونروا وبدنا بقاء الأونروا لانه بتقدم خدمات لشعبنا، لكن هذا لا يعني انه الإدارة العليا للأونروا تركب على كتافنا وتدندل اجريها وبشوطح. احنا بدنا كرامة اللاجئ الفلسطيني تكون محفوظة، كرامة اللاجئ الفلسطيني تكون باقية، وبقاء الأونروا يلي هي الآن الحرب عليها شرسة من الأمريكان والعدو الصهيوني. احنا أحرص من كل الأجانب الموظفين بالأونروا على بقاء الأونروا واستمراريتها. سبب تقليص خدمات الأنروا التي هي ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، هي منذ سنوات ومن عقود، بس اليوم صار في تسارع أكثر، صارت لدرجة إنه وتعودت إنه إحنا كشعب فلسطيني عندنا نمط الاعتماد على الذات والمقاومة والصبر، وإنه يكون جلود لحد ما إنه يجتاز محنة معينة، فهذا الشيء للأسف استغلته الأنروا.